السلام عليكم ورحمة الله. ليه الميت ممكن يظهر في حلمي ساكت بيكلمنيش مقاليش ولا كلمة؟ هل ده ممكن يكون رسالة تحذير ولا رسالة مبشرة؟ هقولك على كل حاجة. في لحظات هدوئي بالليل كده لما العقل بيفضي من دوشة اليوم في الصوت غير هدوء القلب، بيظهر نوع معين من رسائل بتيجي في صورة حلم، مش كلام مباشر. العقل بيسميه رموز والروح بتسميها إشارات. واحد من الرموز اللي الناس كتيرة بتشوفه هو إن الميت يجي في الحلم وهو ساكت، ما بيقولش حاجة. المنظر ده ساعات بيخلي الواحد يصحى ويسأل هو كان عايز يقولي ايه؟ طب مكلمنيش ليه؟ هو زعلان مني؟ طب هو أنا عملت حاجة؟ طب هو كويس؟ طب أنا قلقان؟ بيبقى في حيرة. الحقيقة إن سكوت الميت في الحلم مش فراغ، ده بيعكس وبيحمل معنى واضح جدا في علم النفس وفي الرسائل الروحية. أول تفسير ممكن يكون راحة داخلية. ظهور شخص ميت ساكت بيكون انعكاس للإحساس بالاشتياق أو الحنين لشخص كان ليه تأثير كبير في حياتك. العقل بيجيب صورته عشان يهديك، كأنه بيقولك من غير كلام أنا بخير وإنت بخير، أو اطمن ما تخافش. حسب النظرة اللي انت شايفها منه أو أسلوبه أو المكان اللي هو واقف فيه هيوصلك راحة. ممكن تقولي ده هو مكلمنيش بس أنا شفته كان لابس حلو قوي وكان قاعد في مكان حلو قوي، فالحتة دي الجزئية دي تخليك تاخدك إن هو في مكانة كويسة أو هو كويس أو بيديك رسالة معينة ما تقلقش. ممكن تكون كنت مضغوط تعبان، في حاجة مضايقاك، في حاجة شاغلة تفكيرك، هو جاي هنا بي بيديك حتة أمان. تاني حاجة هو رسالة غير مباشرة. علم الأحلام بيقول إن الروح ساعات ما بتستخدمش الكلام، الرسالة بتيجي في شكل صورة، مكان معين، نظرة هدوء. لو الميت ظهر ساكت ووش هادي، دي علامة على مرحلة هدوء في حياتك أو نهاية قلق أنت كنت بتمر بيه. تالت تفسير هو دعوة للاهتمام بمشاعرك. طب إزاي؟ أغلب اللي بيشوف الميت ساكت بيكونوا في وقت محتاجين فيه قرار أو واقفين على حاجة مهمة مش عارفين ياخدوا فيها الخطوة دي. الحلم هنا بيقولك اسمع الإحساس الداخلي، القرار جواك مش بره، ركز في نفسك. في تفسير كمان متعلق بالرسائل الروحية. سكوت الميت بيكون نوع من أنواع الحماية، مش كل حاجة مسموح تتقال في الأحلام. في رسائل لو اتقالت ممكن تعمل قلق أو خوف، فالصمت بيكون ستر زي حضن صامت كده. ولو ظهر الميت زي ما قلت في مكان منور أو واسع، ده بيعبر عن طاقة إيجابية جدا، بداية جديدة، فرج قريب. ولو مكان ضيق أو فيه هدوء زايد عن الطبيعي، غالبا دي إشارة إن في حاجة في حياتك محتاجة إعادة ترتيب. ركز جواك، ركزي على الشعور بعد ما تصحي. لو صحيتي هادية الرسالة خير، لو صحيتي مخنوقة شوية من غير خوف دي رسالة إن في شيء محتاج وقت أو تفكير. ركزي عليه صح. مش لازم الكلام في الحلم عشان الرسالة توصلك، الحضور في حد ذاته علامة، والمسافة بين العالمين أكبر من الكلمات. في النهاية لو شفت الشخص الميت ساكت كأنه بينظرلك بود وابتسامة خفيفة، اعتبريها طمأنينة من اللاواعي ومن الطاقة اللي حواليكي، إن الأيام الجاية فيها نور مهما كان الجو دلوقتي غامض. خد الحلم ببساطة، خد الرسالة هدوء، وخلي اليوم يمشي بسلام. برضو لو أنا شفته جاي لي مكلمنيش بس بمضي ورقة، بمضي أمور كده خاصة بورق أو إمضة، هنا ممكن يكون في أمر أنت كنت شايفاه مستحيل إن هو يتحل أو يخلص، فربنا سبحانه وتعالى بعتلك الرؤية دي أو الميت جاي يطمنك إن شاء الله موضوعك هيخلص. ممكن برضو ناس كتيرة تقولك أنا شفت الميت في الحلم ساكت فمعناه هو محتاج صدقة. لا، هو مش محتاج صدقات، هو عامة أي ميت في الحلم محتاج صدقة، عايز دايما الصدقات. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا قالك لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو إليه. فهو الميت بيبقى محتاج العمل اللي هو كان ماشي عليه في حياته يكمل في الدنيا. يعني ممكن أشوفه بيصلي، أشوف ميت بيصلي، هل معناه مثلا إن هو بيصلي وخلاص وفي عمل كويس؟ لا، انا ممكن اكون انا جايه لك انت عشان تعمل ده، انت مقصر في صلاتك، مقصر في الحياه الدنيويه بتاعتك بعيد عن ربنا، فما تشوفني بصلي انا بقول لك صلي،
أنا برضو ما كلمتكش بس اديتك رسالة. مثلا شفتك قاعد في واحد ناس تقول لي أنا شفت الميت، والدتي قدام فرن وبتعمل عيش وبتخبز وكده. طب ماشي، ده برضو رسالة ليكي، طلعي صدقة لله، اعملي حاجات كتيرة لدي. شفت ميت بيطلع زكاة، ده برضو رسالة ليكي ان انت تعملي ده. الامر اللي انت مقصر فيه انا بجيلك في الحلم تعمله، بديك اشارة ان انت تعمله تكمل عليه. انا شفت في الحلم ان والدتي المتوفية او والدي او اخويا او ايا كان عامل اطعام ومجمع الاهل والاقارب والجيران وكله الناس كده. طب هل هو فعلا كان قبل ما يموت كان كده؟ لو كان كده هو عايزك تكمل على المنطق ده، افتح بيتك، اعمل اطعام، كمل على ده، امشي على النمط اللي هو كان ماشي فيه في حياته، العمل اللي هو كان ماشي عليه كمل انت عليه. هنا بس كل دي مبشرات. اخاف امتى واقول ان في حاجه؟ لما بيكون بعيط او هو يطلب مني ده، يطلب مني إيه، انت مقصر معايا، انا محتاج منك حاجه، محتاج منك تفتكرني. هنا ممكن كده رساله واضحه ان انت مطلع صدقات عن الميت ده، طلع صدقات، الدعاء، اعمل خير كتير افتكره. في الحاله دي بس ان انا اخاف. انما لو شفت بيديني حاجه او بيديني شيء فدي طبعا من احلى الرموز الجميله جدا اللي هي عطية الميت، عكس ما ياخد مني. أخد مني أنا، ما هو محتاج شيء اداني، ده خير جاي. فالخلاصة الرسائل مش دايما بتتقال، ساعات بتتشاف، تتحس، تتفهم من غير كلام. لو حلمتي بميت ساكت اعرفي ان الرسالة وصلت، حتى لو ما سمعتيش ولا كلمة. اللغة اللي بين الروح والنفس مش محتاجة صوت، محتاجة تتحس، تتفهم. يا رب أكون فدتكم، ويا رب يكون الحلقة عجبتكم. لو عندكم أي استفسار، أي تعليق، أي حلم محتاج يتفسر، أنا تحت أمركم. اكتبوا في الكومنتات وإن شاء الله أرد على كل رسائلكم واستفساراتكم.